اكتشفت اجمد كريم تفتيح كوري محدش يتكلم عنه خالص قبل كده، وانا بجد مستغربة ازاي محدش اكتشف الكريم ده لغاية دلوقتي او مكوناته. الافكت بتاعه، لسرعة الافكت بتاعه، عاوزة تصحي من النوم ووشك منور كأنك عملتي اجمد سيشن في كلينيك بس من غير ما تعملي اي سيشنز. تخيلي معايا كده كريم فيه جلوتاثيون وفيه نيسيناميد، وكمان موجود فيه صورة اكثر استقرارا وفعالية وكمان اقل تهيجا للبشرة الحساسة من فيتامين سي اللي هو ايثايل اسكوربايل ايثر. اكتفينا بكده؟ لا، حاطين فيه كمان الفا اربيوتين وحاجة مش موجودة قبل كده في برودكتس شفتها، هو سنتيلا بي دي ار ان، وده بيساعد ان الكريم يفتح البشره من غير ما يسبب اي تهيج او اي حساسيه للبشره، وبيرمم لي كمان حاجز البشره وبيساعد على تجديد الخلايا. حاطين كمان في الكريم فريوليك اسيد عشان يمنع الاكسده والتثيون، وفيتامين سي بيبقوا اكثر عرضه للاكسده، فحاطين فيه فريوليك اسيد عشان يحافظ على المكونات كلها من الاكسده وتستفيدي من المنتج اقصى استفاده. لاحظت ايه لما استخدمت الكريم ده؟ اول حاجه بيفتح البشره بشكل مش طبيعي، بيوحد لونها، بيعالج اثار الحبوب، كمان لو عندك بقع كلف او اي مشاكل في البشره، وكمان بيرطب كويس جدا فانت مش بتحتاجي انك تحطي اي مرطب بعده. روفاكتين دبل تونينج كريم خفيف جدا جدا، مناسب لكل انواع البشره حتى السنسيتيف. شايفين يا جماعه؟ شايفين قوام الكريم؟ هو اقرب للسيرم اكتر، خطير، ينفع تستخدميه الصبح وبالليل، بس اهم حاجه تحطي سان سكرين بعده. يمنع اكسده البشره، بيفتح البشره، يحفز انتاج الكولاجين، بيفتح البقع واثار الحبوب، وكمان لو عندك كلف. انا بقالي كام يوم بس بستخدمه ولقيت نتيجه منه خطيره. انا بصحى من النوم يا جماعه وشي منور كاني لسه عامله جلسه ديرما بن او سيشن مثلا سكين بوستر. كمان حاطين حاجه فيه اسمها فيتامين 3 ووتر، بتغذي وبترطب البشره كويس جدا وبتساعد على تجديد الخلايا. البراند دي اصلا اسسوها مخصوص للبشره الحساسه اللي اتعرضت قبل كده لكيموثيرابي. الاتجاه بتاع البراند او عملوا حاجه زي دي للناس اللي اتعرضت قبل كده للكيماوي. محترم جدا، وسكرين شوت وهاتوه. انا لغايه دلوقتي ما شفتش اي سيلر بتبيعه في مصر، بس هو موجود على ياس ستايل، تقدروا تطلبوه وتستخدموا كمان كود الخصم، هيديكم خصم على الاوردر. ولو عاوزين طريقه الطلب هتلاقوها على الاكونت بتاعي خطوه بخطوه. لو ايه كمان في الجمارك هتلاقوا الحاجات دي كلها على الاكونت بتاعي.